بتبدأ القصة بباتمان واقف في جوثام وبيتكلم نفسه، بيقول إن مين اللي هيجي بقى يحكم جوثام دي ويزرع فيها الأمل ويقضي على المجرمين، وإنه زهق من السكوت اللي في جوثام وإن محدش بيتكلم. وبنرجع بالزمن قبلها ب5 سنين، بنلاقي كلارك كلينت نايم وبيقول لويس على إنه سامع حاجة وقدرته السمعية الخارقة. تقول له هو إيه؟ يقول هو سامع نبضي القلب منها وبيعرف انها حامل، وبيفكر مع نفسه انهم ينقلوا لمدينة تانية لانه هيبقى ابن سوبرمان وطبيعي هيورث قدراته. وبتند عليه لويس وهو بيكمل في تفكيره على ابنه هيوديه مدرسة فين وهو اصلا لسه ما جاش. وتفضل تند عليه لحد ما ترمي عليه كتاب. يقول لها انت بترمي عليها كتاب؟ تقول له ما انت مش راضي ترد. يقول لها انا فرحان وانها تاخد بالها من حركتها عشان ما يأثرش على الطفل. وتقول له يا عم خلينا ننبسط. والتليفون بتاع لويس بيرن وبتلبس هدومها عشان عندها بلاغ. يقول لك كلارك انه لازم يجي معاها. تقول له تيجي معايا؟ هو عشان بقيت حامل خلاص هتراعيني؟ تقول له انا كشفت خطتك يا لئيم اللي عايز تخليني اقعد في البيت، بس انا مش هعمل كده. وتقول له انها ما ينفعش تقعد 9 شهور في البيت وهو يطلع بره يموت الاعداء بالليزر بتاعه. وتقول له انه ما يقلقش هتروح مع جيمي يساعدها. وباتمان بيبقى بيضرب المجرمين وبيجي سوبرمان يقول له انت بتعمل ايه في متروبوليس؟ يرد عليه انه كان في طريقه يروح مختبر ستار لكن اتاخدت منه حاجات حساسة جدا. يقول لي سوبرمان طب ما كنت تتصل بيا، ويطير ويقول له طب ابقى قابلني عند العمود. وبعدين يروح سوبر عند باتمان يقول له انا عندي ليك خبر. يرد عليه باتمان لويس حامل. يقول له انت عرفت منين؟ يقول له باينه من عينيك المحدقه وايدك الشمال اللي بتترعش دي ومتوتر. الحاجات دي اخر مره شفتها لما كنت بتحارب دومز دي. وتقف لويس وجيمي في المكان المهجور بيصوروا المجرم ويقول لها جيمي انه مش جاي. ترد عليه تقول له استنى 10 دقايق كمان ويكون عضو مجلس الفاسد يظهر. يقول جيمي ان في حد اتاخر في رشوه. يقول لها جيمي انا لو نمت ساعه لكل بلاغ ملوش لازمه وما وديناش لحاجه كنت بقيت مرتاح والله. تسكته لويس تحس بحاجه غريبه. تقول حد منهم موجود وتقول له جهز الكاميرا وتشوف حد متنكر. تقول مش هو ده عضو المجلس، ده حد ما نعرفوش. واتكلم سوبر مع باتمان على انهم عايز يخلوا باتمان الاب الروحي بتاع الفريق او العراب. يقول له سوبر بص لنفسك كده، ده انت اعظم محقق ونبيه جدا. وبيحصل ضرب نار والكاميرا بتتكسر وبيموت جيمي وبيظهر الجوكر ووراه هارلي كوين. وبيوصل سوبرمان في متروبوليس الصبح بيلاقي جيمي ميت وبيتصدم وما يلاقيش لويس. وفي مختبر ستار بيقف باتمان يقول للعالم ان في حاجه مسروقه. يقول له العالم ان هو ما لقوش اي حاجه المسروقه. يقول له انه عشان كده احنا ما اتصلناش بسوبرمان. يقول له باتمان انه جرب حاجه من ماده الكريبتون. يرد العالم انه ما قصدش انه يأذي سوبرمان لكن هو عايز يعرف لو الكريبتون ده مفيد للطاقه او ممكن ياخدوه كعلاج للامراض. ويقول له احنا علماء يا باتمان مش وحوش. يرد باتمان عليه بانه دلوقتي على ايد الوحوش ويطلب منه قايمه فيها كل الاسامي اللي عرفوا بالكريبتون ده وان محدش يمشي من المختبر. فبيجي سوبرمان عليهم ويقول لباتمان انه معرفش يشوف لويس. فيرد عليه باتمان ان مش لوحدينا يا سوبر. ويقطع سوبر يقول له ان هو اللي خطفها، ان في حد هو عارفه كويس هو اللي خطفها. فييأس سوبرمان ويطلب من باتمان انه يساعده عشان يلاقيها. فبيطير سوبرمان وبيتكلم باتمان فرقة العدالة يقول لهم انهم يدوروا على واحدة مش موجودة في متروبوليس. فيسمع جرين رو ويرد عليه انت عايز تجمع الفريق كله عشان ندور على شخص؟ يقول له باتمان طبعا، ويقول انه بيشك ان اللي اخدها هو الجوكر. يرد سايبورغ عن مين دي؟ يقول لهم باتمان انها واحدة مننا كده، ده اللي انتوا عايزينه دلوقتي. ويقول اسمها لويس لين. ترد عليه وندر وومن تقول انها شافتها اخر مرة كانت في مينا بتاعت متروبوليس وتقول لهم انهم يدوروا على اي حد مشتبه فيه وبالاخص الجوكر. ويسمعهم فلاش يقول انه جاي في متروبوليس ويجري ويقول انت محتاج ايه. ويدي باتمان تعليمات للفريق ويقول لهم انهم يدوروا في كل زاوية في متروبوليس. وكمان سوبرمان بيمسح المدينة من فوق عشان كده دوروا في الاماكن اللي ما شوفهاش زي الانفاق او المجاري. ويجري فلاش ويطلب باتمان من الفريق ان اي حد يوصل هناك يبعتوله اي حاجة. يرجع فلاش يقول له عايز تشوف حاجة؟ فيقف فلاش في ظهره ويمسك فيه يقول له معلش عشان ماسكك كده بس اعمل ايه، دي اسرع طريقة عشان نوصل هناك. يرد عليه باتمان طب يبقى ابعد عشان محدش يشوفنا واحنا كده.
ويوصل للمعمل. يقول فلاش انا اعتقد ان ده مكان يكون مرتبط بالمختبر ستار ومكان تاني مشبوه في متروبوليس. فيشوفوا شخص مقنع مرمي على الارض، يقرب منه باتمان يقول ده كرين، يشد من القناع يطلع سكير كرو. فتوصل وندر وومن المينا وتشوف جيمي ترمي الحبل وتقول له ما تقول له. يقول ان الجوكر ومعاه كده ست اسمها كوديون سرقوا غواصة. فيطير سوبرمان على البحر يدور على غواصة ويضربها بالليزر ويشيلها ويرفعها ويخش جواها. يلاقي الجوكر وهارلي كوين اللي هي مش جودوين بيعملوا عملية. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك وتشترك في القناة، ولو عايز الجزء التاني من القصة دي اكتب تحت في الكومنتات او وصل الفيديو، اعمل لايك للفيديو ده عشان اعرف ان في جزء تاني عشان نكمل القصة دي.